اهلا بيكم. ازيكم؟ هقول لكم النهارده على شويه ابديتس حصلت او لسه تحت الاختبار على 4 تشانلز، هما تيك توك، تويتر، واتساب وانستجرام. نبدا بالواتساب. لحمايه الخصوصيه ومنع التطفل، واتساب عمل خاصيه جديده وهي قفل الشات من خلال رقم سري او رمز عشان محدش يعرف بيوصل لك ايه. تاني ابديت معانا على الواتساب وهو ان مارك اعلن على تشانلز جديده تقدر من خلالها تتابع كل الابديت، بدايه من اختيار التشانلز اللي عايز تتابعها وصلاحيه المحتوى 30 يوم من اختيارها. التحديث ده ظهر في سنغافوره وكولومبيا. لو انت من عملاء تويتر بلو سبسكرايبرز دلوقتي تقدر تعمل تعديل على التويت بتاعتك لمده تصل الى ساعه. نروح للانستجرام. دلوقتي تقدر تعمل اضافه ميوزك للنوتس بتاعتك على الاكونت بتاعك. ونروح لتاني ابديت معانا على الانستجرام وهو ان دلوقتي الانستجرام بيختبر استخدام خاصيه الاي اي من خلال الشات. كل اللي عليك انك تستخدم رمز اي اي وتساله على الاسئله اللي انت عايزها وهيجاوبك على طول. ونروح لتالت ابديت معانا على الانستجرام، والانستجرام دلوقتي بيطبق خاصيه جديده وهي انك تقدر تعمل شير للستوريز زي ما بتعمل كولابوريشن للريلز. تقدر كمان دلوقتي تعمل شير للستوري ما بينك وبين الشخص اللي انت عايزه، والستوري هتظهر عندكم انتوا الاثنين. نيجي من اخر ابديت معانا وهو على تيك توك تشانل. تيك توك دلوقتي بيختبر خاصيه جديده وهي تسهيل الامور على الكونتنت كريتورز والعلامات التجاريه من خلال اوبن ابلكيشن. هتقدر كل العلامات التجاريه انها تعمل نشر للمحتوى بتاعها، وده اللي هيسهل الامور اكتر على الكونتنت كريتورز والاستجابه ليه. انتظرونا في ابديتس ثانيه، وما تنساش تقول لنا ايه الابديتس اللي هتفيدك في شغلك.